بما ان احنا لسه مكملين مع بعض في سلسلة التوفير من مصروف البيت، فحبيت النهاردة تكون الميزانية بتاعتي الأسبوعية ميزانية عملية بالمشتريات. هعرفك كل حاجة بالتفصيل وهشرح لك كل خطوة أنا كنت قلتها في الفيديوهات اللي قبل كده اللي خاصة بالميزانيات، زي ميزانية 1500 وميزانية 1200 في الأسبوع. هقولك الأول الأسعار، وبعد كده هقولك المنيو بتاعي كان عبارة عن إيه لسبع أكلات، وبعد كده هقولك أنا حددت النواقص بتاعتي بناء على إيه. يلا مع بعض نشوف الفيديو. بس قبل اي حاجه، لو لسه جديده في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ولو بالفعل مشتركه متبخليش عليا باللايك الحلو بتاعك وكومنت حلو يشجعني منكم ان انا انزل فيديوهات تانية كتير. نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس طبعا قبل ما ننزل نشتري المشتريات بتاعتنا لازم نكون محددين المنيو بتاعنا، وكمان عاملين جرد لكل محتويات البيت عشان نعرف بالظبط هنشتري ايه وبكميات قد ايه. اول حاجة انا لقيتها عندي في المنيو ناقصة هو الكمون والبصل البودر. جبت ب10 جنيه بصل بودر وب20 جنيه من الكمون. تمام، ده كان اول حاجة ناقصة عندي في بند العطارة. تمام. طبعا البصل البودر هنحتاجه في تتبيل البانيه، والكمون انا هحتاجه في اكلات الشعبيه اللي انا هعملها خلال الاسبوع ده، ودول اللي كانوا نواقص عندي بس في بند الخزين. تمام. جبت ايه تاني؟ جبت كمان علبة نسكافيه ابو عوف، جبت واحدة صغيرة. انا عندي بن وعندي شاي يكفيني الاسبوع ده، فكان اللي ناقص عندي ومحتاجاه الاسبوع ده هو النسكافيه، وده كان عامل كان عامل كام؟ كان عامل 85 جنيه. جبت كمان مكرونة لمتنا، لقيت منها الشعرية، الكيلو ده كان عامل 27 جنيه، والشعرية دي بتفيدني في فطار وكمان عشاء، وممكن اعمل كمان رز بالشعرية. جبت كمان المكرونة بتاعة الماسة، دي كانت كيلو كان عامل 26 جنيه، جبت 2 كيلو بس حسب المنيو بتاعي اللي انا محتاجاه. تمام. جبت كمان ايه؟ جبت كمان الرز ده كان عامل 20 جنيه، والرز السايب دلوقتي يا بنات في السوق برضو عامل 20 جنيه. جبت 3 كيلو انا محتاجة في المنيو بتاعي بس 2 كيلو، والكيلو الزيادة هبدأ أشيله في تجهيزات رمضان 2027، وده هيبقى أول كيلو رز هبدأ أشيله في تجهيزات رمضان. تمام. طيب، كده أنا جبت النواقص اللي ناقصاني في بند الخزين. ناقصني إيه تاني؟ ناقصني الزيت. جبت لتر زيت، ده لتر ونص زيت دوار شمس ده للطبيخ، ده كان عامل 158 جنيه. وبما اني لسه جايبه التموين، فانا عندي زيت للقلي، وكمان كان عندي زبده باقيه من الشهر اللي فات، كان القالب ما خدتش منه غير حاجات بسيطه، فمش محتاجه زيت قلي ولا زيت ولا زبده الاسبوع ده. الاسبوع اللي جاي ممكن اقرر انا محتاجه زيت قلي ولا محتاجه زبده. اما في الحاجات اللي ناقصه التلاجة، فانا جبت جبنه دوبل كريم كانت عامله 130 جنيه، والطبق ده كان اقل من كيلو، كان عامل 117 جنيه. وجبت كمان ازيد من الربع كيلو جبنه قديمه اللي هي الصعيدي، الكيلو كان عامل 166 جنيه، والطبق ده يا بنات عامل 61 جنيه و42 قرش. تمام. اما بقى في الخضار، فجبت نص كيلو من الفلفل الكوبي. تمام. كان الربع كيلو ب5 جنيه، جبت نص كيلو ب10 جنيه، وهقولك دلوقتي هنعمل منه ايه. وكمان لقيت البتنجان اللي زي القمر ده كان الكيلو ونص ب10 جنيه، جبت كيلو ونص عشان هستغله في وجبتين او كمان 3. وكمان لقيت الطماطم البنات في السوق غليت قوي، كانت سعرها ما بين ال25 وال20، دي الطماطم اللي هي الحلوة والنضيفة والمستوية، كان ما بين سعر ال12 جنيه وال15 جنيه، فلقيتها سعرها غالي، فما جبتش غير نص كيلو بس على قد الوجبة بتاعت النهاردة. انا النهاردة كنت شاوية سمك في السوق وانا جاية، وهعمل جنبه طبق سلطة وشكرا على كده. طبعا عشان انا نزلت السوق وكنت في مشوار قبل السوق، فكنت جايه ما عنديش وقت ان انا اعمل اكل، فاضطريت ان انا اشويه بره. فالسمك ده اللي هو السمك الصغير للشوي كان الكيلو ب30 جنيه، جبت 2 كيلو ب60 جنيه، ودفعت 30 جنيه شوي، يعني كله على بعضه كلفني 90 جنيه. لكن لو انا كان عندي وقت كنت هجيب 3 كيلو، كنت هقسمهم على اكلتين، كيلو ونص كنت هشويه مع شويه سلطه وتمام وبتنجان مقلي، والكيلو ونص التانيين كنت هعملهم بالصلصه، وبرده جنبهم شويه رز وجنبهم شويه سلطه. فاصبح هي بس الوقت اللي خلاني ان انا اصرف في 30 جنيه واشوي بره. لكن لو انت عندك وقت هاتي 3 كيلو من ده وقسميه على الاكلتين، هيوفر معاكي اكتر. جبت كمان ب10 جنيه خضره، كانت عباره عن حزمتين شبت وحزمه بقدونس وحزمه كزبره وحزمه نعناع. وبما ان جبت ليمون، فالنعناع معايا هيعمل معايا عصير نعناع بالليمون زي ما احنا عايزين.
جبت كمان البطاطس اللي انت شايفينها ديت، البطاطس كانت عامله 18 جنيه و15 جنيه، ديت ب 15 جنيه زيها بالظبط، ام 18 جنيه. فانا دورت شويه في السوق لغايه ما وصلت لها ب 15 جنيه. جبت 4 كيلو ب 60 جنيه حسب المنيو بتاعنا. جبت كمان تعالي كده اوريكي الليمون. طبعا انا هنا بقولك ان انا النص كيلو الطماطم انا جبته على قد الاكله، والطماطم هجيبها يوم بيوم حسب سعرها في السوق، عشان هي كده كده سعرها غالي، فمش مستاهله ان انا اجيبها واحطها عندي في البيت، وهي سعرها عندي زي سعرها في السوق بالظبط. الليمون بقى، لقيت الليمون يعني ربع كيلو ليمون انضف ربع ب 12 جنيه، وفي ب10، وفي ب8 اللي هو الرفيع خالص. ده لقيت راجل قال لي انت عايزه قد ايه؟ قلت له انا عايزه نص كيلو. اي طب ايه رايك تاخدي نص كيلو على بعضه ب10 جنيه. فبصيت في النص كيلو اللي هو وزني، لقيته حلو مش وحش، وانا كمان كنت دايسه على الليمونه وعارفه ان الليمون مليان ميه. فجبت النص كيلو دوت مع شويه النعناع اللي انا جبتها، حسبه النعناع، وهعمل منه للاولاد عصير ليمون بالنعناع. جبت كمان نص كيلو فاصوليا خضراء ب 20 جنيه، سعر الكيلو كان ب 40 جنيه. وجبت كمان نص كيلو بانيه ب 90 جنيه، سعر الكيلو بانيه كان 180 جنيه. وجبت ايه تاني يا سمر؟ جبت كمان العنب. جبت 2 كيلو عنب، سعر الكيلو ده ب 20 جنيه. طبعا العنب بادئ من اول 20 لغايه ال 40، وفي فرد ب 15 وب 17. انا جايباه عناقيد، تمام، وكان ب 20 جنيه. وزي ما قلت لك في انواع تانية ب 30 وفي لغايه 40 جنيه. وكان المشمش من اول 50 لغايه 75 جنيه. والمانجا كانت في السوق من اول 35 جنيه. فانا قلت هجيب 2 كيلو عنب بس. طيب دي كده كانت كل المشتريات بتاعتي النهارده. المنيو بتاعي سريعا كان عباره عن ايه؟ المنيو بتاعي كان عبارة عن يوم مسقعة، ويوم بصارة، ويوم جبنة قديمة، وبطاطس محمرة وفول، ويومين مكرونة، تمام. ممكن يوم جنب منه بانيه، ويوم ممكن تاني جنب منه بطاطس أو بيض، تمام. أو ممكن أعمل مثلا مرة جنبها بانيه، ومرة جنبها كفتة فراخ. ويوم فاصوليا خضراء، ونص فرخة باقية عندي من الأسبوع اللي فات، أو من الشهر اللي فات بمعنى أصح. وسمك مشوي اللي احنا جبناه مع بعض، يبقى كده 7 اكلات. انا عملت جرد المحتويات البيت عندي، لقيت عندي فول بصاره اللي انا هستخدمه في عمل البصاره. وكمان كان الاسبوع اللي فات كنت نازله جبت فرخه وقسمت، فكانت فرخه كبيره حوالي 2 كيلو 600 او 2 كيلو 700، قسمتها على نصين، نص عملته الاسبوع اللي فات، ونص شلته ينفعني الاسبوع ده. وكمان انا كان عندي فول في الفريزر مدمساه، وعندي كيس بليله في الفريزر، فده هينفعني في بند الفطار والعشاء. وجبت الكيلو شعريه، انا مش هعمل غير مره واحده بس رز بالشعريه، فهتنفعني في فطار وعشاء. وكمان عندي دقيق، فاستغنيت عن كل ده الاسبوع ده. وكمان كان متبقي معايا من فلوس، فلقيت كرتونه البيض قدام مني عامله 100 جنيه، وكان باقي على الشهر يومين ويخلص. فاستغليت الفلوس اللي كانت معايا واشتريت كرتونه بيض هتنفعني برضو في الفطار والعشاء. يعني بمعنى اصح، لما عملت جرد للحاجه اللي عندي في البيت ووظفتها صح، عرفت اشتري صح. طيب كل ده اشتريته بكام؟ كل ده اشتريته ب 930 جنيه. من 1000 ونص هيتبقى معايا 570 جنيه. شلت 200 جنيه على جنب للطوارئ، اتبقى معايا 370 جنيه. انا كان لسه بقى عندي برضو شويه منظفات، اقدر بقى بال 370 جنيه دول ان انا اقسمهم على 7 ايام، هيطلع لي مصروف يومي 52 جنيه. طيب انا كان باقي برضو عندي شويه منظفات. طب هوظف ال 52 جنيه دول ازاي يا سمر؟ هنشوف يوم بيوم. تمام، انا عندي كده اكلي، مجرد بس ان ناقص عندي طماطم، ناقص عندي لبن، ممكن ازود شويه منظفات. فهشوف النهارده هعمل ايه، وايه اللي ناقص عندي هبدا اجيبه من ال 52 جنيه. طيب الباقي هنعمل فيه ايه؟ الباقي ده هنبدا ان احنا نشوف ايه اللي قرب يخلص عندنا. دي النص فرخه اللي انا كنت قايله لكم عليها، ايه اللي قرب يخلص عندنا، ونبدا ان احنا نشتريها. مثلا ممكن اشتري باكو شاي صغير ب 22 جنيه. ممكن اكمل بند المنظفات، حاجات ناقصه عندي، ممكن اكمل بند العطاره، ممكن احوشهم تمام لغايه اخر الاسبوع، واجيب فرخه تانية كبيره واقسمها تنفعني في الاسبوع اللي بعده. ممكن الاسبوع ده ما استخدمش غير هو مثلا ربع كيلو بانيه، وربع كيلو التاني اشيله للاسبوع اللي بعده. فانا كده اللي بوظف حاجتي صح حسب احتياجي صح. انا شايله 200 جنيه على الطوارئ على جنب، يعني انا مأمنه نفسي بالمصروف اليومي اللي هو ال 52 او ال 50 جنيه بمعنى اصح كل يوم. يعني كده حاولي كل يوم تشوفي ايه النواقص اللي عندك قربت تخلص وتجيبيها، عشان لما تخشي على الاسبوع اللي جاي تقدر الميزانيه بتاعتك تكفي معاكي وتكون معاكي مظبوطه 100%.
يعني بمعنى أصح لو إيدِك أول في أول في البيت وبتكمّلي نواقص البيت أول بأول، وكمان قدرتِ تخزّني لرمضان وقدرتِ توفّري، يبقى الميزانية بتاعتِك هتكون معاكِ مضبوطة 100%. وبكده أكون خلّصت معاكم الفيديو بتاعي النهارده، يا رب تكون الفكرة عجبتكم، ولو عجبتكم وعايزيننا نكررها تاني عرّفوني في الكومنتات.